تفتكر لو موقعك كان بني ادم كان هيصوم ولا هيبقى مفتر على كذب وسبام؟ الاس اي او مش بس تقنيات وكلمات مفتاحية، لا ده اخلاق قبل ما يكون تكنيكالز. في رمضان بنركز على الصدق والنوايا. اس اي او نفس الفكرة، ما تكتبش محتوى مضروب عشان تبيع، ما تعملش كليك بيت عشان تبيع، ما تبالغش في الوعود، لان ده قبل ما هيضر الناس هيضرك انت. جوجل بقت اذكى، ولو بتفتي في مجال الاس اي او المختص بالواي ام واي ال وانت مش خبير وما تعرفش عنه حاجة، يبقى يا معلم انت بتفقد الثقة. وفي رمضان بنحاول كلنا نبقى افضل، نبقى احسن، ونحسن للناس. ولو جينا طبقنا الكونسبت ده على الموقع بتاعنا هنعمله بطريقة عاملة ازاي؟ سرعة تحميل محترمة عشان اليوزر يكون راضي عن الخدمة، مفيش بوب اب مزعجة ومقرفة، كول تو اكشن واضح وصريح، وان الموقع يكون موبايل فيرست، بمعنى اصح سهل الاستخدام بالنسبة للموبايل. خلي بالك الاس اي او هو رسالة فعلا، لان انت مش بتجيب ترافيك، لا انت هدفك الرئيسي انك تخدم الناس. زي ما احنا عندنا في مصر كده، اكرام الضيف واجب. زي ما بتكرم ضيفك في الافطار، اكرم الزائر بتاعك في صفحتك. ومن ضمن قيم رمضان ان هو بيعلمنا الصبر، وما بالك بقى بالاس او والصبر، صبر ايوب. لان اللي داخل الاس او عايز نتيجة في اسبوع، ده مش مكانك. زي اللي صايم كده يوم واحد وعايز اجر الشهر كله. لازم تشتغل على 4 حاجات اساسية ورئيسية. اول حاجة تبني الأسوري، تشتغل على الكيانات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. تالت حاجة اشتغل واكتب في التوبيكال بكل فروعه، واعمل كلاسترز بيجز تخدم التوبيك ده عشان تاخد التوبيكال أسوريتي. ورابع حاجة وهي ان انت تفضل مستمر بنفس الأسلوب بتاعك. النتائج هتيجي، بس لازم تكون عارف ان انت مطلوب منك السعي. الاس اي او استثمار رهيب، مش شورت تيرم وخلاص اضرب واجري هيت اند ران. ولو موقعك ماشي بقيم رمضان هتبني براند يعيش معاك لسنين، مش اسبوع وخلاص. الاس اي او مش لعبة ترتيب، الاس اي او مسؤولية كبيرة. ولو عندك ويب سايت بيعاني ومش بيجيب لك ترافيك، وبالتالي ما بيجيبش ليدز او ما بيجيبش فلوس، كلمنا هنعمل لك SEO audit for free بمناسبة شهر رمضان، شهر الكرم. كل سنة وانتم طيبين.